مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. شاعر متجدد أثرى الساحة الإنشادية بالعديد من القصائد المتنوعة. أنشد من كلماته عدد كبير من المنشدين. عشق الشعر منذ سنواته الدراسية الأولى. شارك في العديد من الحفلات والأمسيات الشعرية. رحبوا معي بالشاعر غانم القرني. مرحبا بك يا أستاذ غانم. الله يحييك ويبقيك ويسلمك. حياك الله معنا في هذا اللقاء والسعداء بتواجدك. ونحن أسعد. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. يعني قبل حقيقة أن نبدأ، طلبت مني قبل بداية اللقاء برسالة أو تحية خاصة، لا أعلم لمن ستوجهها، فتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله. أولا أشكر الله سبحانه وتعالى أن أوصلنا لهذا المكان لنرتقي مع المجد إلى مجدها. الله يحييك. ثانيا كل شاعر يقدم على قوم لا بد أن يسلم ولا بد أن يحيي، والتحية تكون بالشعر. طيب. فهذا اليوم تحيتي لقناة المجد إدارة وعاملين في المجد، فهم أهل المجد. الله يبارك فيك. فقل أعذب بيوت الشعر حبا وتقدير، غنيتها للمجد بيتا ورا بيت، أوله تسليم وتسليم الأخير. سلام يا أهل المجد يا رفعة الصيت، يا المنهل الأوسط، يا المنهج الأوسط، بهدي وتنوير، له بتفريط والافراط تشتيت، تنهل من الوحيين وتبث بالخير. أسمى رسالة مثل ما ريت وريت، يا المجد جيتك من الجنوب أسبق. تستاهلون أكثر من كذا، وهي بدون حق المجد صراحة. وأهل الطير. الله يحييك. الله يسلمك يبقيك. يا المجد جيتك من الجنوب أسبق الطير، ولن الشرف لي يوم ناديتني، جيت يوم جديد تحس رجلي بهالسير، وعلى طريق المجد سرت وتخطيت. يا المجد ما عنك من الشعر توفير، أعذب بيوت الشعر لك لا تغنيت، وثني على من شاهد المجد واشير، بزكى سلام وله مع البث حييت. صح لسانك، والله يرضى عليك. ونحن بدورنا بعد نشكرك الحقيقة على هالقصيدة التي فاجأتني بها. الله يبارك في عمرك. أستاذ غانم، يعني كل شاعر له نظرته في الشعر، والحقيقة يعني دائما إذا استضفنا الشعراء يكون لنا سؤال حول ما يتعلق ب يعني نظرته لواقع الشعر اليوم. تختلف الحقيقة الرؤى. هناك من يرى أنه لم يعد ببريقه السابق، هناك من يقول لا بالعكس، يعني هو مستمر في التألق، ولكن ربما بقنوات أخرى أو أمور أخرى غير ما كان يخرج فيها سابقا. أنت من خلال نظرتك كيف تقيم هذا الواقع؟ في الحقيقة الشعر موهبة من الله سبحانه وتعالى يتميز بها الشاعر عن بقية أفراد المجتمع، يقيمه المجتمع عليها. جميل. يعني المجتمع هو الناقد، لكن معايير النقد في السابق غير معايير النقد في الحاضر. إذا تحدثنا عن الشعر من ناحية المضمون الشعري والقوة الشاعرية وهذا، فإنها تختلف من شخص إلى شخص ومن شاعر إلى شاعر. فمثلا الشعر الماضي لم يصلنا إلا القوي منه، ولذلك حكمنا عليه بالجودة إطلاقا. صح. أما الشعر لا أسميه الساقط، لكنه الشعر اللي كان قليل الجودة ذهب دراج الريح. صحيح. وسيذهب في هذا العصر الشعر قليل الجودة. بالنسبة للعصر الحاضر فأنا أرى أنه العصر الذهبي للشعر، وهي رؤية خاصة تخصني لا ألزم بها الناس، لكن رأيي الخاص أنه العصر الذهبي للشعر. فأرى الشعر قد امتلأت به كل مجالات الحياة. جميل. قنوات، مرافق تعليمية، حتى المستشفيات أرى القصائد فيها وأرى الإبداع فيها، وهي صحية وكذا، لكن أرى مشاركات الشعراء فيها. بل إذا كان في مناسبة وشيء استضافوا الشاعر. صحيح. فأصبح الشعر يدخل في كل شيء. فأرى أن العصر الحاضر هو العصر الذهبي للشعر، وإن لم يكن هذا العصر فمتى سيكون؟ صحيح. أقرب دليل أني كنت موجود معكم في هذا البرنامج. الله يحييك. لا ليست تزكية لنفسي ولا لشعري، لكن لأن الشعر أصبح هو فاكهة المجالس وهو حديث الناس. طيب، يمكن أيضا من الأمور التي يعني نراها حديثا ما يتعلق مثلا، يعني بعض القنوات خصصت بعض المسابقات، بعض يعني بث روح التنافس بين الشعراء. هل ممكن هذا أيضا أسهم في انتشار الشعر؟ وأيضا
فيما ذكرت من أن الشعر الآن في عصره الذهبي؟ نعم. القنوات وإن كانت نيات القنوات كانت مادية فيما يبدو لي، إلا أنها خدمت الشعر. خدمت الشعر إن أرادت وإن لم ترد. ففي الماضي كان الشاعر يظهر بصعوبة، وإذا ظهر شاعر أو عدة شعراء لم يغطوا الساحة الكاملة بالشعر ولم يصلوا إلى كل طبقات المجتمع. أما اليوم فالقنوات بدون ذكر أسماء قنوات أوردت المسابقات فيها من نجح وفيها من فشل. جميل. لكن ظهر لنا مجموعة كبيرة جدا من الشعراء الذين كنا بحاجة إلى شعرهم وإلى تواجدهم، واستفدنا منهم نحن كمجتمع. جميل. بغض النظر عن القنوات وعن مقاصدها في إظهار هذا الشيء. طيب معنا اتصال ناخذه ونرجع لك يا أستاذ غانم. الأخ صالح من أبها، تفضل. صالح معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. أحييك يا أستاذ مساعد وضيفك الكريم. الله يحييك، تفضل. ممكن أكلم الأستاذ غانم؟ يسمعك. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أستاذ غانم؟ الله يسلمك يبقيك. أنا صراحة متابعين لك ومتابعين أعمالك. الله يحييك، أهلا وسهلا. وأهنيك على مسيرتك الإسلامية في الشعر. الله يبارك فيك، يرفع قدرك. سؤالي، هل لك مشاركة في القضية الفلسطينية، القضية الأخيرة وخاصة قضية غزة؟ طيب تسمع إن شاء الله يا صالح الإجابة من الشاعر بإذن الله. الأخ أيضا مساعد من الرياض، سمي، تفضل. معنا؟ ألو. تفضل مساعد. ألو. تفضل، أنت على الهواء الآن. ألو. أنت على الهواء الآن، تفضل. نشكر المنشد على النشيد الشعر. الله يعافيك. الشعر. الله يحييك، بس تشكر. في السؤال شيء؟ الله يجزاك خير، شكر الله طيب. سعيك. خلينا ناخذ السؤال الأخ صالح، ويسأل عن مشاركة فلسطين أو عن غزة في شيء. فلسطين قضية الأمة. صحيح. وكل مسلم بعيد عن كونه عربي هذه قضيته، سواء شاعر سواء كاتب سواء مذيع سواء أقل واحد في المجتمع وارفع واحد في المجتمع، هذه قضيته. صحيح. وأكيد لي في غزة وفي فلسطين عامة مشاركات، وعندي قصيدة لو سمحتوا لي بإلقائها فما يكون معي تكون إجابة على أو جزء منها. أو جزء منها. نعم. نرضي الأخ صالح نعم، يستاهل الأخ صالح. فأقول جواد الشعر في ليل المهانة حمحمة، فأتت بنات الفكر تنشقه الدماء، كي أمتطيه إلى الوغى متعودا عبق الدماء، فلا تراه محجما، وغشيتها متدرعا بعقيدتي، وقذفت في كبد المهانة أسهما. يا أمة حملت أمانة قدسها، صون الأمانة واحتمي ذاك الحمى، هي صولة يمضي بها تاريخنا، هي صولة يمضي بها تاريخنا، ويظل يرويها ولا لن يكتما. نعم. أقول هي فترة سيمر التاريخ بها ثم يرويها للأجيال القادمة عنا، فماذا عملنا بهذه الأمانة؟ لا فض فوق أستاذ غانم. المشاركات أو مشاركتك في المسابقات بالقصائد، هل يعني مشاركات حصلت مثلا على جوائز معينة أو حققت مراكز معينة؟ نعم، بداية كانت أولى المشاركات كانت أيام دراسة المرحلة الجامعية، وهي كانت في كلية المعلمين في بيشة، فشاركت في جائزة أبها عام 1422 تقريبا، وحصلت على المركز الثاني في ذاك العام في الشعر. وأيضا شاركت بعد ذلك في مسابقة كليات المعلمين في الإحساء وحصلت على المركز الثاني. وبعدها بفترة شاركت في مسابقة كانت في الطائف شفا هذيل وأخذت المركز الثاني بعد، وكني مركز على الثاني هذا، وكانت هي قبل العام الماضي وكانت آخر مشاركة لي. جميل. ودنا ناخذ جزء من هالمشاركات لكن بعد فاصل نستأذنك فيه ونرجع بإذن الله لاستكمال الحديث.
من جديد مرحبا بكم مشاهدينا الكرام وفي هذا اللقاء مع الشاعر غانم القرني، والذي نجدد أيضا الترحيب به. مرحبا بك مرة أخرى. أستاذ غانم، قبل هذا التقرير كان حديثنا أو طلبي منك حول المشاركة أو قصيدة مختارة، فلعلك تتفضل لنا باختيار قصيدة. والله القصيدة المختارة هي قصيدة شاركت بها مع الأخ المنشد محمد المساعد في شريط أشجان الثاني. نعم. وأقول فيها: